السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا أختي. يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك بخصوص زواج سيدة عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عايزة أعرف تفاصيل، كان كم عمرها؟ كان عمرها حضرتك كتب الكتاب باللغة المصرية، العقد 6 سنين، البناء 9 سنين، الموت عنها وهي بنت 18 عاما. كانت شابة، نبتت نباتا حسنا، أنبتها الله نباتا حسنا. حضرتك بتستدل على النقطة دي؟ يعني حضرتك بتشجع جواز القاصرات؟ قاصرات على يعني الزواج؟ هذا دليل، لكن لا يمكن من المعاشرة إلا إذا كانت تتحمل. سيدنا أبو بكر الصديق لما اسمع الكلام بس، فهمت الجملة الأخيرة؟ العقد جائز، لكن الدخول بعد ما تتحمل هي الدخول. فهمتي؟ سيدنا أبو بكر الصديق لما المهم فهمت ولا ما فهمتيش الكلام اللي أنا قلته؟ أنا فهمت حضرتك. طيب في دليل آخر اسمعيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن خيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إن طلقن عدتهن 3 أشهر. فدليل على أن اللائي لم يحضن ممكن يتزوجن. لا يا فندم، بس ممكن يكون ان في ناس ما بيجيلهاش الحيض اصلا. طيب يا فندم معايا، هجيب لك سؤال. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب تزوجها عمر وأكبر من أبيها. واليتامى قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع. إنك مش قادر تعدل مع اليتيمة تزوج غيرها يا أخي، فدليل على تزويج اليتيمة. يا فضيلة الشيخ، مين في زماننا دلوقتي زي الصحابة وزي رسول الله عشان أزوجه بنتي في السن ده؟ افرضي بنتك هي اللي ضعيفة، أنا قلت لك إيش زوج الضعيفة التي واحدة مخاطر كتير لزواج القاصرات في سن مبكر. لا، مخاطر كتير. شوفي أنا أسألك سؤال يا أختي، سؤالك أنت كلامك أولى أو كلام الله؟ كلام الله طبعا. خلاص اسكتي أمام كلام الله، صمت. نعم بالله. إن خفتم يعني ربنا أمرنا إن إحنا نجوز بناتنا في سن صغير. مش بقول في أمر، أباح إذا كانت البنت تتحمل. طب أنا هعرف منين إذا كانت هتتحمل ما أنت شايفة بنتك أمامك مفحوصة باللغة المصرية، ولا بنت يعني شابت شبابا حسنا؟ في بنات فايرة، شوفي كده، في بنت صغيرة لكن الحمد لله جسمها قوي وتتحمل، مش في كده ولا لا؟ يعني أنا ممكن آخد من حضرتك فتوى دلوقتي إن البنت ما دام تتحمل، إنما طول ما هي ما تتحملش ما زوجهاش وهي صغيرة؟ لا يمكن منها الزوج إلا إذا كانت تتحمل ولا فيه أذى لها. لما إذا كان العقد جائز في أي وقت، اسمعي أي وقت جائز؟ العقد جائز. عائشة عقدت العقد وهي بنت 6 سنين، عقدت عائشة على 6 سنين يا شيخ. هي تعرف جواز ازاي؟ يا أختي هي تعرف يعني ايه جواز؟ أبو بكر كان راجل غلطان ولا كلامه صح؟ ما كانش غلطان، وعلى عيني وعلى راسي وكل حاجة، بس معلش يعني حضرتك أنا بتكلم بالعقل، ما هو ديننا برضه أنا بتكلم بالشرع، وربنا أنا بتكلم بالشرع. احنا عرفنا ربنا أصلا بالعقل. لا، بالشرع كمان أيضا، بالشرع. أنا بتكلم بالعقل، ولو اتبع الحق أهواءهم. يا فضيلة الشيخ، يا أختي لا تقدم، أصل أنت غلطانة، أنت بتعمل عمل إجرامي، تقدمي كلامك على كلام الله وكلام رسوله. 6 سنين أنا بنتي تعرف يعني إيه جواز؟ بنتي 6 سنين تعرف يعني وأنا قلت لك زوجي بنتك، ما تزوجيها ولا تزوجيها. أزوجها إزاي وهي ما تعرفش يعني؟ خلاص ما تزوجيهاش، أنا أجبرتك. أنت بتسألي عن المباح. ماشي، مش الجواز ده إجابة وقبول؟ لا الصغير تكون موافقة. طب هي هتوافق إزاي وهي أصلا ما تعرفش يعني إيه جواز؟ يا أختي الرأي ليل والحديث نهار، الرأي ليل والحديث نهار. حضرتك مش بتجاوبني على سؤالي، أنا بسأل سؤال. إيه سؤالك؟ بالعقل. حضرتك بتجاوب إجابة؟ بجاوب بالشرع، أنا بجاوبك بالشرع. أنا يعني ممكن ماشي. ينفع الواحدة تتجوز من غير موافقتها؟ ده حرام. طيب افترض البنت وافقت، خلاص البنت وافقت. هتوافق إزاي؟ البنت هي أصلا تعرف. هي وافقت، عايزة تتجوز، مش عايزة أمها ولا أبوها، عايزة عريس. مش ممكن ترد. صغيرة تعرف يعني إيه جواز؟ أيوة في تعرف يعني إذا كنا يا فضيلة الشيخ، معقولة حضرتك بتقول كده؟ أي في الآن أنا عالم كبير، إزاي حضرتك تقول كده؟
كده ان ده كلام الله فوق، كلام الله فوق راسي، ويجب أن يكون فوق رأسك إن كلام الله كنت. احنا فاهمينه صح ولا فاهمينه غلط؟ ما أنا بقول لك سيدنا أبو بكر كان فاهم غلط. سيدنا ابو بكر على عيني وعلى راسي. طيب أنت بقى افهم من أبو بكر رضي الله عنه، لا بس انا وافهم من علي بن أبي طالب. رسول أنت الله انا جوزه بنتي وهي لسه مولوده، مش هجوزه وهي 6 سنين. طيب السلام عليكم. ماذا نقول يا جماعة؟ أجيب بشيء من التفصيل عبد الرحمن لو أثبتت هذه الإجابة وهذا السؤال الذي سأطرحه، لأنه مضمون سؤال الأخت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فسائلة تسأل: هل يجوز أن تزوج البنت وهي دون البلوغ، أقل من سن البلوغ؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق: نعم يجوز ذلك، ولكن تمكين الزوج منها يمكن منها إذا كانت تطيق الجماع وتتحمله، أما إذا كانت لا تطيقه فلا ضرر ولا ضرار. أما الأدلة على جواز عقد الزواج قبل البلوغ بل والبناء أيضا إن كانت تتحمل فمنها ما يلي: أولا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إن طلقن فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن غالبهن دون البلوغ، وهذا الأصل أنها لم تحيض أنها صغيرة ما زالت. ثانيا أن الله قال في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني إن خفتم ألا تعطوا اليتامى الصداقة المستحق لهن فالنساء سهن كثير، ففيه جواز الزواج باليتيمة، ومعنى أنها يتيمة أنها دون البلوغ، لأنه لا يتم بعد بلوغ، ففيه جواز تزويج اليتيمة. وقال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها ولها مال فيريد أن يتزوجها من أجل مالها، ولكنه يريد ألا يقسط لها في الصداق، فنهوا عن الزواج بهن إلا أن يقسطوا لهن في الصداق. رابعا النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. أيضا في هذا الصدد أن علي رضي الله عنه زوج أم كلثوم ابنته بعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وكانت صغيرة وعلي أصغر سنا من عمر بمسافة زمنية كبيرة. فهذه بعض الأدلة في هذا الصدد. وأعلم تمام العلم أن القانون يمنع ذلك، لكن أنا كلامي من منظور شرعي بعيد عن القانون. أهل القانون لهم ذلك، لهم يتكلموا كيف يشاءوا، لكن إذا كانوا مسلمين ألزموا بشرعة الله التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ثم إني أوجه عتبا على هذا القانون وعلى واضعيه. كيف تكون البنت مريدة للزواج وهي بالغة أحيانا أو 13 عاما 14 عاما وتواقا للزواج وتتحمل وتطيق، وتمنعوها عن الزواج الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لها، وتمكث في عنة شديد 5 سنوات أو 6 سنوات إلى أن تبلغ 18 من عمرها. وكذلك كيف تمنعون شابا ثريا الله وسع عليه وأبوه عنده رزق طيب ويملك أداة الزواج وشاب فحل، تمنعونه من الزواج عدة سنوات حتى يبلغ 18 من عمره؟ ثم أي دليل يسمح لكم بذلك من الكتاب أو السنة؟ إنما هو الهوى.
ثم إن هواي قد يختلف مع هواك، إذا اختلف هواي مع هواك نلجأ لمن؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم بعد ذلك أقول وبالله التوفيق شيء مهم، لم نقل نسلم طفلة صغيرة لرجل ضخم يهلكها أبدا، إنما محل الكلام إذا كانت تتحمل المعاشرة يمكن منها الزوج، أما الكلام على العقد والله أعلم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم إن شاء إخواني وأخواتي أن يراجعوا كتب الفقه المتقدمة لأهل العلم المتقدمين فلينظروا كل كتب الفقه، انظروها بارك الله فيكم. وما زالت القبائل العربية والقبائل المصرية تزوج البنت وهي صغيرة ولم تبلغ، أو تزوجها بعد قيب بلوغها وتنجب، والانتظار 18 عنة لا معنى له. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق.